وسهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما مبسوطين. جيت لكم في فيديو جديد وروتين جديد وكمان حاجات حلوه قوي في قلب الفيديو ده، وعايزه اخد رايكم فيها. وحاجه كنت بجد يعني نفسي فيها قوي، جبتها للريسبشن، فمحتاجه طبعا اخد رايكم فيها وتقولي حلوه ولا وحشه. فتابعوا معايا لاخر الفيديو، وما تنسونيش بقى باللايك السكر بتاعتكم والكومنت القمر اللي انا بستناه وبحب ارد عليه. ولو انتي مش مشتركه معانا طبعا يشرفني وينورني لو عجبتك القناه تشتركي فيها من الكلمه الحمراء اللي تحت الفيديو. بس اهم حاجه دوسي على رمز اللي هتلاقيه رمز الجرس، وكمان كلمه الكل، لان دول هيخلوا اشعار يوصلك باي فيديو جديد بنزله وتقدري تشوفيه بوقته، وكمان تتابعي قناتي بكل سهوله. وما تنسيش بقى تكتبي لي كومنت سكر زيك تقولي انك مشتركه جديده معانا في القناه علشان اعرف وارحب بيكي. اول حاجه بقى الروتين ده كان من بدري جدا، ده كان وقت ما الولاد كانوا رايحين المدرسه. انا كده حبيت يعني اعمل لهم فطار على السريع. قالوا لي يا مامي احنا هناكل كورن فليكس، مش محتاجين يعني حاجه فيها عيش وكده. فعملت لهم كورن فليكس والمفروض قلت لهم احط يعني احله لكم بالعسل، انا ولادي مش بيحبوا تحليه الاكل خالص. المهم الولاد بقى فطروا ونزلوا، وكمان باباهم فطر ونزل، بس باباهم عملت له قرص بيض، هو بيحب البيض اللي هو بالدقيق ده، عارفين اللي بتحطوا له حبه دقيق. فعملته له ونزل. قلت بقى خلاص بقى اقعد، يعني عارفين اللي هو وقتي انا بقى افطر. انا كمان كنت جوعت بصراحه. بصوا وقت الصبح ده فرهضه، يعني انا بقومها ماشي قبل ما الولاد ينزلوا ساعتين ولا حاجه، الساعتين دول بقف على رجلي حرفيا. بصوا بقى عملت قرص بيض وفي نفس الطاسه اللي انا كنت عامله فيها لباباهم. ولو انها كانت كبيره شويه، بس قلت ايه مش مشكله يعني عادي. اي نعم القرص ما طلعش مدور بقى ومظبوط وبالحته والكلام ده. قلت طب ايه المشكله يا نيمو، هو انت يعني هتوريه لحد غريب؟ ده انتوا كلكم حبايبي. فبصوا انا مع نفسي ما بيفرقش معايا، ممكن لو هعمل قرص البيض لجوزي اظبطه بقى وهنتفه كده وايه، لكن انا مع نفسي عادي. اصلا ساعات بفككه كده ما بيبقاش قرص على بعضه. المهم عملته بقى كده في السمنه البلدي، وزي ما قلت لكم في نفس الطاسه، يعني اختصار مواعين شويه يا جماعه، ما هو ده بيض وده بيض. ف بعد ما حطيت البيض جبت بقى البهارات دي. ابتديت ان انا احطها. دي بهارات المفروض يعني ان هي بهارات بطاطس، بس طعمها حكايه حكايه. بحب احط كده على الوشين، بيبقى طعمها حلو قوي. ابتديت بقى كده انزل بالاومليت بتاعي. و بصوا بقى انا حطيت معاه ايه يا جماعه. نفسي راحت للجبنه القريش، عليها جبنه قديمه. تعرفوا الجبنه القديمه؟ يعني اكيد كلنا عارفينها يعني. بصوا جبت كده يعني معلقه من الجبنه القريش، وبحط عليها حته جبنه قديمه، وعليها كمان معلقه طحينه. يا خرابي، اكيد انتوا جوعتوا صح؟ انتوا جوعتوا زي ما انا كنت جعانه الصبح بالظبط. الجبنه القريش مع الجبنه القديمه مع البيض حكايه. المهم اكلت مع نفسي كده وقعدت واتفرجت على التلفزيون، وبعدين تعالوا شوفوا شكل الشباك بقى عامل ازاي. بصوا ده الشباك بعد ما جه من عند الراجل اللي هو بتاع الدهان زي ما قلت لكم كده، دخل فرن واتدهن. طبعا اللون ما طلعش الجراي الفاتح زي المطبخ. انا اصلا كان نفسي يتعمل مثلا لون اوف وايت، يتعمل لون فاتح يعني قوي. بس الفكره ان زي ما قلت لكم في فيديو المكاتب بتاعت ولادي يا جماعه، اوحش حاجه ان احنا نعمل حاجه الوان غامقه بجد. لما بتيجي تعدلي اللون بتاعها بتبقي مضطره ان انت تكوني في نفس الدايره اللي هي اللون الغامق. فالراجل قال لجوزي لا انا هحاول افتح على قد ما اقدر، لان انت كنت عامل نبيتي، فصعب جدا طبعا ان احنا نعمل لون فاتح. فالمهم الدرجه اللي طلعت معاه هي الرمادي، مش جري خالص. فبس حلوه عجبتني برضو، اكيد احسن من نبيتي ولايقه برضو على المطبخ.
جوزي بقى فك الكرتونه اللي كان عاملها دي، الصراحه يعني تسلم ايده، كان مقفل الشباك تقفيله محترمه. انا كنت قلقانه جدا من دخول حشرات او اي حاجه، بس لا الحمد لله مفيش اي حاجه. فكها بدبابيس المكتب كده بكل سهوله، وابتدى بقى ان هو يركب الشباك. عايزه اقول لكم الشباك ده هو قعد فيه حوالي يمكن ساعه ونص يجمع فيه. بصوا يا جماعه، انتوا لما بتدهنوه ما بيروحش للراجل كده. هو فك السلك وجاب لي سلك جديد بقى على نظافه كده. وهنا كنت بوريكم الشفاط، بصوا بقى قمر قمر وفله. وده السلك الجديد اللي بقول لكم عليه. جابه وركبه وفك كل حاجه، الاكره بتاعت الشباك وكل حاجه. بصوا انا عامله الشباك الحته اللي تحت دي بتتفتح وتتقفل علشان تجيب لي تهويه. احيانا في الشتاء مش بحتاج ان انا افتح الضرفه الكبيره، فانا صممت ان كان الراجل يعمل لي الحته الصغنطوطه دي بتتفتح وتتقفل عشان لو عايزه اهوي المطبخ. هنا بقى ركبت كمان المروحه وكانت فله وزي القمر ما فيهاش اي حاجه. وبعدين ركبت الشفاط نفسه، مش انا اللي ركبت يعني، جوزي اللي ركب زي ما انتم شايفين. وزي ما بقول لكم قعدت يعني حبه حلوين يجمع في الشباك بقى. الازاز كان فكه وكان فاكك كل حاجه يا جماعه. واجهتني بقى مشكله، هي ايه؟ لون الشفاط مش ماشي مع لون المطبخ. لونه غامق، بني يعني. وكمان اللون بتاع اللي هي الوشوش بتاعه الكهرباء دي. فاشتريت اللي هو الرش ده، السبراي ده، جبت الابيض علشان هرش بيه الشبكه بس بتاعت الشفاط. انا هسيب المروحه بني زي ما هي، مش مشكله، مش هتبان، وكمان احسن ان هي تبقى غامقه. لكن الشبكه هرشها ابيض، هي والوشوش بتاعت الكهرباء وكل ده هعمله معاكم طبعا. طب اللون الجولد ده جبت لي يا نيمو، جبت السبراي الجولد ده علشان يعني في حاجات كده عايزه اجددها في البيت ويعني اغيرها كده من الديكورات، فقلت يلا بالمره اشتري ده وده. وكان رخيص قوي يعني، العلبه كانت ب35 جنيه. طبعا هنعمل وشوش الكهرباء وهنعمل الشبكه بتاعت الشباك وكل حاجه مع بعض. بس انا جوزي قال لي هركبها لك مؤقتا عشان لو عايزه تشغلي الشفاط او حاجه، واقعدي بقى اعملي الرش ده مع نفسك. طيب هنا بقى كنت بعمل ايه؟ الاول بس قبل ما اقول لكم انا كنت بعمل ايه، انا عايزاكم بقى تكتبوا لي رايكم، لون الشباك حلو ولا وحش؟ يعني انا في الاول اتضايقت شويه انه ممكن يكون سنه غامق. بس بعدها يعني اللون عجبني وحلو، خصوصا بقى ان هو فوق البوتاجاز وكده، فبرضو الفاتح قوي ما كانش هيبقى مناسب او ملائم، وكان هيتعبني جدا في التنظيف. فزي ما بقول لكم يا جماعه، اي حد هيعمل يعني اي حاجه في العفش، اي حاجه في الدهانات، ابداوا بلون فاتح، اعملوا لون فاتح. لو حبيتوا تغيروه هتقدري تتنقلي من لون فاتح للون فاتح بسهوله، لكن اللون الغامق هتبقي محكومه في درجات غامقه. يعني جوزي حاول مع الراجل، قال له استحاله لو عملت درجه فاتحه اللون النبيتي هيكشف تاني، فمش هيبقى حلو. فالحمد لله لونه برضه عجبني. هنا بقى كنت بعمل ايه؟ كفته رز. بصوا، كفتة الرز دي ممكن ناس بعد ما يخلص الفيديو تقول ايه هو ايه اللي انت عملتيه ده؟ كفتة الرز دي احنا بناخدها ونجيب اللحمة وكمان نحط عليها لحمة جملي ونوديها للجزار ومعاها الخضرة والرز والبصل وكل حاجة ويطحنهم لنا ونروح البيت نعملها. دي يا جماعة كفتة الرز السريعة البيتي، فاهميني؟ بس طعمها بجد بيبقى حلو قوي. زي ما انتوا شفتوا انا جبت بصلايه، وكمان جبت اللي هي اللحمه المفرومه، ده كان نص كيلو. وابتديت ان انا المطحنه اللي ورا دي البيضه دي بتاعت التوابل يعني، طحنت فيها يعني زي كوبايه صغنطوطه كده من الرز، خليتها بودر خالص علشان تبقى سهله معايا لان انا بطحن في البيت طبعا. وحطيت بقى معلقه توم باودر، بصل باودر، معلقه فلفل اسود، وخلاص على كده. انا ما بحبش الاكل يكون مليان بهارات يعني، لا انا بحب احس بطعم الكفته، بطعم اللحمه. فبس هي توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود. وكل ده بقى ابتديت واحده واحده. بصوا اما تنزلوا بالرز في الكبه انزلوا حبه حبه صغيرين علشان الموتور، وطبعا تريحوا الموتور شويه علشان لا قدر الله ما يتحرقش. وكمان خدوا بالكم من نقطه مهمه جدا، لما تيجوا تعملوا اي نوع كفته ما تحاولوش ان انتوا تنعموها قوي في الكبه، والكلام ده كان قاله لي الشيف لما خليته عمل لنا الكفته في الفيديو بتاع الفندق اللي انا كنت فيه قبل كده، هتلاقوا الفيديو ده عندي في القناه. قال ما تنعموش الكفته قوي في الكبه علشان هي كده هتلزق في الطاسه ومش هتبقى حلوه يعني، حتى كمان مش هتدينا الشكل اللي احنا عاوزينه.
المهم زي ما انتوا شفتوا كده، ولا لزقت ولا اي حاجه. والمفروض لو احنا عندنا وقت بقى خلاص بنطحنها او بنفرمها يعني بمعنى اصح، وبعدين بنحطها ترتاح شويه في التلاجة، ونرجع نصبحها وترتاح شويه في التلاجة وهكذا. انا للامانه ما كانش عندي وقت خالص، فعملتها وبقيت اعمل ايه، اصبع جزء وانزله في الزيت، وبعدين ارجع تاني يعني عبال ما ده يتحمر اصبع الجزء اللي بعده وانزله في الزيت وهكذا. عشان بصراحه كنت مستعجله قوي قوي وعايزه اخلص، ما كانش عندي وقت يعني. فزي ما انتم شايفين كده، اللي اصبعه انزله يتحمر وهكذا. يعني نشغل نفسنا كده ونسرع بسرعه. طبعا بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي لايك القمر بتاعتكم، وتابعوا معايا عشان تشوفوا اللي انا يعني اشتريته للريسبشن، وبجد فرحانه بيه جدا. كمان انا حابه اسلم عليكم كلكم، بصوا يعني واحده واحده وبالاسم، لاني بجد كلكم يعني ربنا يخليكم ليا، ويعني يسلم لي سؤالكم عليا بجد. انتوا حلوين قوي، صدقوني انتوا حلوين قوي. انا الحمد لله نشكر ربنا اتحسنت، يعني الحمد لله بقيت احسن، في شويه كحه بسيطه، لان يعني الدور اللي منتشر ده الكحه بتطول فيه شويه. بس الولاد الحمد لله كويسين، ولكن الكحه رجعت لهم تاني. يعني بعد ما كانوا ابتدوا يتحسنوا الكحة رجعت وزادت قوي، فكشفت عند الدكتور قال لي للأسف لو سيبنا الموضوع ده كده هيقلب بحساسية مزمنة العمر كله. فطبعا اضطر يديهم حقن مضاد حيوي، اخدوا 6 حقن مضاد حيوي. وكمان كملت يعني بكمل اهو بدواء شرب مضاد حيوي، يعني حقن وكمان دواء شرب. وطبعا بقيت كورس العلاج، كورس يعني ادويه الحساسيه والكلام ده كله. انا ما بحبش المضاد الحيوي ابدا، بس للاسف هو قال لازم علشان خاطر يعني ان المده بتاعه الكحه تطول مع الطفل كده هيقلب بحساسيه على الصدر. ف يا رب يخليهم لي ويشفيهم يا رب، ويعني بصوا ربنا يعدي الشتاء على خير يا جماعه. بصوا يعني انا يعني ايام ربنا كلها حلوه، بس عارفين انا الشتاء بتعب منه قوي، يعني بجد بتعب والولاد بيتعبوا. فالمهم ما علينا بقى، خلينا في الكفته بتاعتنا. عايزه اقول لكم انتوا تقدروا تعملوها بكذا طريقه، طبعا اللي يقدر يروح عند الجزار ويعملها بقى يا سلام تبقى حلوه قوي. لو عايزين تعملوها بالطريقه دي، احنا دلوقتي هنعملها بصلصه. ممكن تجيبوا بطاطسايه تقطعوها مكعبات وتستوي مع الصلصه والكفته بتبقى تحفه. وكمان يا سلام بقى اللي عنده خضره يفرم الخضره مع اللحمه، بس انا بصراحه ما كانش عندي فماشي الحال، بس هي بالخضره بتبقى احلى واطعم. بس عادي على فكره، اي طريقه حلوه ما توقفيش نفسك ابدا. واقول لكم على سر، انا تقريبا باكل 3/4 محمر كده قبل ما تنزل في الصلصه. بصوا بقى الكفته عامله ازاي، ما تفككتش ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم لو خدتوا بالكم انا ما عفرتهاش بالدقيق، يعني في ناس بعد ما بتصبعها تعفرها كده بالدقيق، يعني تحط لها رشه دقيق علشان ما تلزقش في الطاسه. انا ما عملتش كده ولا لزقت ولا اي حاجه. جيت بقى عملت ايه، هعمل لها الصلصه بتاعتها. صلصه سهله قوي، خرط بصلايه، وبعدين يعني بشوية زيت او شوية سمنة صغنطتين، بس طبعا يعني انا بفضل زيت اكتر في الاول، والسمنة بنحطها في الاخر زي ما انتم متعودين معايا يعني. وبنزل بشوية ملح في البصلة عشان البصلة تدبل معايا، وكمان بحب احط يعني شوية فلفل اسود على البصلة. تمام. هنا بقى عملت ايه، نزلت بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، بشوحها مع البصلة بتدي طعم حلو قوي. وكمان كان عندي صلصة متفرزة نزلت بيها، وشوية بابريكا، شوية فلفل اسود، وقرن الفلفل اللي احنا بنحب نحطه ونطلعه في الاخر عشان بس ناخد منه الطعم. وده ايه، دي معلقة تانية من التوم بس اتحطت في الصلصة. بصوا يا جماعة، التوم اللي بيتحط مع البصلة يتحمر ليه طعم، واللي بيتحط في الاخر في الصلصة ليه طعم. فانا بصراحة طماعة شوية وبحب اخد الطعمين عشان الاكل يطلع حلو. وطبعا معلقه كزبره، ونزلت بالكفته اخدت كام غلوه، وخلاص على كده. قبل ما اطفي عليها زي ما احنا متعودين بنعمل ايه، بنجيب معلقه السمنه البلدي او الزبده، ننزل بيها على الاكل ونقلب ونغطي، عشان احنا بدأنا الاكل بالزيت عشان يبقى خفيف وصحي وحلو. تعالوا بقى نشوف انا جبت ايه للريسبشن. بصوا بقى جبت الترابيزه القمر دي، ترابيزه تلفزيون، علشان انا بصراحه يعني كنت محتاجه في المكان ده ترابيزه للتلفزيون، مش عشان خاطر احط عليها التلفزيون، لا، زي ما انتوا عارفين الريسبشن بتاعي انا معلقه التلفزيون على الحيطه، وكنت حاطه في المكان ده ترابيزه ايكيا اللي هي البيضه اللي انتوا عارفينها وبنحط عليها الديكورات، هتشوفوها برضو دلوقتي. فكانت صغيره طبعا، بس انا قلت يعني كنت حطاها مؤقتا. فبصراحه جبت الترابيزه السكر دي من بيج على الانستجرام.
هنفكها بقى دلوقتي ونشوفها ونشوف تفاصيلها ولونها وكل حاجة. هي بصراحة عجبتني قوي، سيمبل وبسيطة كده ويعني هادية، هتشوفوها دلوقتي. وسعرها كمان حسيته مناسب، وطبعا انا كنت يعني واخدة المقاس بالظبط وكل حاجة، وعشان لما اجيبها ما تطلعش كبيرة او يبقى شكلها مش لطيف. عايزه اقول لكم انا فكرت ان انا اشتريها من ايكيا، بس بصراحه ايكيا يعني في الحاجات اللي خاصه بالعفش والترابيزات التلفزيون والحاجات الكبيره دي بتلاقوها غاليه جدا. يعني ممكن ترابيزه زي كده تعمل مثلا 5000 4000 ويعني فيما فوق. فما طبعا ما رضيتش اجيبها من ايكيا وجبتها من البيج دي. تعالوا بقى نشوف الترابيزه القمر دي. بصوا دي كده الترابيزه بعد ما خلاص شلت منها الازاز اللي هو كان جاي بيها. بصوا اولا هو انا ده اللون بتاعها، انا اخترت اللون ده، لونه حلو قوي، ولا هو البيج الفاتح قوي وفي نفس الوقت مش بني. يعني انا مش عايزه بنيات انا مش عايزه بنيات، بس كنت طبعا مجبره ان انا اجيب حاجه ما تكونش، يعني كان في منها الابيض الساده اللي هي كلها ابيض ساده، بس انا كنت مجبره اني اجيب حاجه داخل فيها لون خشبي لسببين. اولا ان هو ترندي جدا وبيدي دفى كده للبيت وحلو اللون الخشبي ده، وفي نفس الوقت انا عندي العفش كله على بني وخشبي وكده، فكان ايه يعني حاجه تبقى ملائمه مع بعضها. بصوا بقى انا عندي هنا بين التلفزيون في عمودين، العمودين دول ف قست طبعا المكان علشان كنت حابه ان الترابيزه تدخل بين العمودين بالمنظر ده، ما تبقاش قبه. يعني انا لو كنت جبتها اكبر كانت هتبقى خارجه لبره بره العمودين ومكانها فاضي مش مستفاده منه، يعني كان هيبقى شكلها مش حلو. لكن كده بصوا اهو هي بين العمودين بالظبط، ف يعني الحمد لله المقاس جه مظبوط. جبتها الابيض في الخشبي زي ما بقول لكم، ودي الرجول بتاعتها. بصوا الرجول دي طالعه يعني ترند جدا. بصوا اهي هي ليها الرجول دي من تحت، فبرضو باللون الخشبي والشكل ده طالع يعني حلو قوي. بصوا اهي هي سيمبل جدا وبسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه فيها الضرفتين دول. بصوا دول بيتفتحوا كده اهو تمام، والضرفه التانية نفس الكلام. والمقابض بتاعتها هي كانت المفروض الترابيزه على البيج على الانستجرام المقابض دي لونها ابيض، وفي منها كان لون اللي هو السيلفر المعدن ده، بس انا اخترت اللون الاسود، حسيته كده ايه اشيك، خصوصا ان هي لونها فاتح، وكمان علشان فوقيها التلفزيون لونه اسود، وكمان بصوا الساعه دي كمان لونها اسود، فيعني حسيت ان هي كده ايه هتبقى مع بعض. اقول لكم على حاجه، بعد ما عملت الديكور الشتوي في الريسبشن وكل حاجه زي ما قلت لكم، رجعت رحت اشتريت الترابيزه دي في العروض. فبصراحه يعني هضطر اعيد تاني الديكورات عشان اظبطها بقى كده معاكم ونحط مع بعض الديكورات بتاعتنا. طبعا انا كده لسه ما عملتش فيها اي حاجه. ودي اهي ترابيزه ايكيا اللي انا كنت بقول لكم كنت حطاها هنا، بس كانت مؤقتا، يعني دي كانت هنا مؤقتا. فطبعا على المكان لا صغيره قوي، انا طبعا هاخدها اشيلها كده اشوف لها مكان تاني. فاهو دي الترابيزه شكلها بجد كيوت وجميل وسيمبل وهادي. احلى حاجه نختار الديزاين بتاع الحاجه يكون هادي ما فيهوش اي حاجه، واللون بجد تحفه عاجبني جدا. حلوين، ده كان الفيديو النهارده، يا رب يا رب يكون عجبكم واكون كنت خفيفه على قلبكم. عايزاكم بقى انا هقفل الفيديو من هنا وتكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات رايكم في لون الشباك، وكمان رايكم في الديزاين بتاع الترابيزه. وما تنسوش فيديو بقى ترتيب المطبخ، خلاص احنا شفنا الشباك وشفنا كل حاجه، عايزه اوريكم بقى اللون بتاعه على الطبيعه كله على بعضه، وجوله كده في مطبخي ونظبطه بقى. كمان انا طالبه بصراحه اوردر يعني اونلاين في شويه ديكورات كده خشبيه للمطبخ، ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم جدا. فاستنوني بقى في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش لايك للفيديو وشير، واشوفكم على خير، مع الف سلامه.